تفجيرات إرهابية تفشل رسميا زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر وتحولها إلى فضيحة كبرى بعدما راهن النظام الجزائري على هذه الزيارة لتلميع صورته، بعدما قال قائد الأركان شنقريحة بأن الإرهاب قضي عليه في الجزائر. لكن ما حدث اليوم في البليدة يعني يكشف عكس كل هذا. قبل تفاصيل هذا النظام الجزائري بدأ زيارة، وقبل حتى زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر، بالقول أنها أول زيارة لبابا فاتيكان في شمال إفريقيا وفي المغرب العربي وفي الدول العربية. بطبيعة الحال هذه أكذوبة كبرى، لأنه بابا الفاتيكان مثلا ذهب مرتين إلى المغرب في زيارة كانت زيارة كبرى، ونرى الصورة مع العاهل المغربي هنا. معناتها أنه بروباغندا النظام الجزائري بدأت القضية بأكاذيب، أنه البابا الحالي أول دولة عربية زارها هي الجزائر، أول دولة تابعة للجامعة العربية، لكن الحقيقة أنه السنة الماضية ذهب إلى لبنان. فهنا نرى بأنه النظام الجزائري لما يخرج ترسانة البروباغندا الخاصة به وقنواته الرسمية والخاصة من أجل الترويج لهذه الزيارة وبالأكاذيب المفضوحة، هنا تفهم كيف راهن النظام بشكل كبير على هذه الزيارة ويراهن عليها لتحسين وتلميع صورته. الجزائر معزولة دوليا دبلوماسيا، صورة الجزائر كارثية، لا وزن لا هيبة لا مواقف، قضية فضائح البريكس، في قضية الصحراء اللي خسرتها الجزائر كليا. فجاءت هذه زيارة بابا الفاتيكان، لكن اليوم صبيحة الزيارة تحدث عمليات إرهابية في البليدة. في وسط مدينة البليدة تم استهداف مركز للشرطة، على الأقل تم القضاء يعني أو فجر نفسهما إرهابيين، واحد آخر في حالة فرار، يعني ضحايا في سلك الشرطة في أهم مركز الشرطة في البليدة اللي هو في وسط المدينة. معناتها الفشل الأمني الذريع للنظام الجزائري في تأمين زيارة بابا الفاتيكان، لأنه هذه تفجيرات على بعد 48 كيلومتر من الجزائر العاصمة. البليدة هي ضاحية الجزائر العاصمة، ففضيحة كبرى. الآن القضية بدأت تخرج، ولما تخرج بشكل أكبر اليوم صورة زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر هي فشل أمني للنظام الجزائري وحالة من الرعب الآن داخل النظام، لأنه لا زالت هناك محطة في ولاية عنابة، وهذا كله نتيجة أيضا الكراهية التي زرعها النظام الجزائري والمدرسة الجزائرية في المجتمع الجزائري ضد المسيحيين، ضد اليهود، ضد القبائل، ضد كل الناس المختلفين وكل الأقليات. والنتيجة اليوم يجنونها أثناء زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر، والله المستعان دائما. انتحار، بالك انتحار. يما بنادم مات، يما بنادم كنت كتبومبا يا ناس. ما حدث اليوم في البليدة أستطيع القول أنه عمل مدبر تم التخطيط له قبل منظمة رشاد، حركة رشاد. نعم، أنا بالنسبة لي الآن نعطيكم تعليق اللي شفته لفت انتباهي قبل، صدقوني والله لفت انتباهي قبل حدوث العملية في البليدة. لما شفت الصورة والتعليق قلت ربي قدر خير، قلت ربي فوت على خير. ما كتبه إسماعيل زيطوط كلام خطير وخطير جدا، ولكن وجه أصابع الاتهام قبل حدوث ما حدث اليوم في البليدة إلى الجنرال حسن مدير الأمن الداخلي. قال باللي راح تصرى حاجة، لكن اللي راح يديرها إسماعيل، اللي راح يديرها جنرال حسن. في الحالة هذه يا إما إسماعيل زيطوط على باله واش راح يصرى وحبوا يحصلوها في المخابرات الجزائرية والجنرال حسن، أو يشتغل مع حسن، واحدة من زوج. يا إما هو ضابط يخدم مع حسن مكلف بتنفيذ المهمة والشيء اللي يصرى على باله به، أو ينتمي إلى تنظيم أو جماعة لديها معلومات أو تقف وراء هذه العملية بالتنسيق مع أطراف خارجية. طبعا ماهوش عمل معزول، هذا واحد يجيب حزام ناس ويروح يفجر نفسه، ماهوش عمل يعني نفحت له، هذا عمل مدبر. وبالتالي إسماعيل زيطوط كان يعلم قبل حدوث ما حدث في البليدة، كان يعرف ماذا سيحدث، ووجه أصابع الاتهام مباشرة لمدير الأمن الداخلي الجنرال حسن قبل حدوث الجريمة بأكثر من 13 ساعة، لأنه هذا المنشور 13 ساعة قبل حدوث الجريمة اللي صارت في البليدة. عندهم معلومة أنه سيحدث أمر سيغطي أو يثير الانتباه أو
يشوش على زيارة بابا